هل العاصفة اللي حدثت في مصر دي ليها علاقة بلعنة الفراعنة؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. لما طلعت إشاعة عن إغلاق الهرم الأكبر في شهر 6 ومحدش من الناس صدق، وتمر الأيام ويعلنوا عن خبر رسمي إن بالفعل هيتم قفل الهرم الأكبر. بيقولوا إن قفل الهرم الأكبر هي الرطوبة، وإن ده إجراء روتيني بيتم عمله من الوقت للتاني للحفاظ على الآثار المصرية. بس اشمعنى في الوقت دون بعد دخول باحثين من اليابان للهرم الأكبر ويدخلوا أجهزتهم الحديثة ويفحصوا كل شبر فيه بدقة شديدة عشان يتم اكتشاف أماكن جديدة ومحدش بالفعل وصل لها قبل كده؟ كانت الأماكن عبارة عن 3 غرف أو تجويفات داخل الهرم. دخلوا كاميرات داخل الغرف دي، ووقتها اكتشفوا ممر بطول 9 متر، والكاميرات اللي دخلت عبارة عن كاميرات صغيرة جدا. ومن خلال فتحة في الهرم دخلت الكاميرات لتكتشف إن في ممر بطول 9 متر، وفي آخر الممر أشكال مثلثية. فالناس ربطت بين اللي حصل في الهرم الأكبر وبين